تمام بخير يا جميل. منورانا. ايه الله العسل ده؟ يخليك. ميرسي، احنا منورين. بنتفق على اللقاء ده بقالنا قد ايه؟ من قبل رمضان. من قبل رمضان اه. منورانا يا دكتور آية. الله الاول يخليك. طبعا عرفينا بنفسك، علشان اللي موجود ان شاء الله يبقى على تواصل معاك يعني. ان شاء الله. ازيكم عاملين ايه؟ انا اسمي آية البحقيري. انا طبيبه خريجه كليه الطب البشري جامعه المنصوره، ومتخصصه في العلاج النفسي الجنسي والعلاج الزواجي. حاصله على دبلومه لندن للعلاج النفسي الجنسي والعلاج الزواجي، اسمها لندن دبلومه فور سايكو سيكشوال اند ريليشن شيب ثيرابي. عضوه في الجمعيه المهنيه للمعالجين الجنسيين بانجلترا، وعضوه الجمعيه الاوروبيه والجمعيه العالميه للطب الجنسي، وحاصله على عده شهادات متخصصه في العلاج النفسي. وحاليا بدرس دبلومه اعداد معالج ذو توجه تحليلي في رابطه التحليل النفسي الفضاء الفريدي بفرنسا. ما يعني شاء الله. تعريف طويل شويه، بس في الاخر بحب اقول على نفسي يعني دكتوره نفسيه متخصصه في العلاج الجنسي. ماشي يا جميل. بس الصوت واطي، انت سامعاني كويس؟ لا، سامعه صوت حلو قوي. طيب تمام. تمام. طيب، طبعا احنا الموضوع بتاعنا بيتكلم على الاحتياجات الجنسيه، وزي ما قلنا في البوست ده موضوع دايما شائك، دايما عليه خط احمر. عمرنا اصلا في حياتنا من يوم ما بنتولد لغايه لما بنتجوز ما عندناش اي ثقافه جنسيه. الموضوع ده يعني مقفول عليه خط احمر، وكمان بنتربى او افكار غلط بتاثر بقى، بتلاقي كوارث بعد الزواج. فعايزاكي كده تطرحي لنا يعني كام مفهوم خطا بنتوارثهم، وممكن ان هم يخلونا في يعني، علشان اكيد في امهات معاها اطفال صغيره لسه هتربيها، فنحاول ناخد بالنا من الامور دي. لان انا دلوقتي بيجي مثلا ناس تسالني: انا بخاف من الجنس، انا بقرف، انا مش عندي قبول. انا حتى الازواج يعني الرجاله نفسهم من كتر التربيه الغلط بتخلي دي الافكار بقى، او انا اول ما يحصل علاقه بحس انه انا عملت حاجه تغضب ربنا، ببقى قرفانه من نفسي، حاجات كتير بقى. فعايزين نبدا بالامور دي، وبعد كده نتطرق بقى لباقي الاسئله. يعني الليسته بتاعت المعتقدات الهدامه اللي ليها علاقه بالجنس ما بتنتهيش يعني. لسه طويله قوي قوي قوي. كلمنا وبالمناسبه ابرز اثنين ثلاثه يعني اللي بيعملوا الكوارث. هي بالمناسبه مش موجوده بس في مجتمعنا، هي موجوده في مجتمعات كتير. وبس هي في مجتمعنا زي ما انت قلتي بالظبط، خاطر احنا عندنا انغلاق وما فيش حد بيتكلم، ما فيش متخصصين ولا متخصصات كفايه. مصادر المعرفه مقفول عليها قوي، فالموضوع مخلي الدنيا عندنا اسوأ بكتير. آه، اشهر حاجه، خليني اقول لك بما ان اغلب جمهورنا ستات، ف اشهر حاجه للاسف الستات بتتربى عليها انه الجنس ده للرجاله فقط، الجنس ده لمتعة الراجل بس، وإن الست جسمها وجنسانيتها أو علاقتها بالجنس كله واقفة على إنها إزاي تمتع الراجل، إزاي تمتع جوزها. ده بتبقى أزمة كبيرة جدا جدا بتقع فيها كتير من الستات، وبتخلي العلاقة الجنسية من بابها كده بالنسبة لهم حمل زيادة، واجب، مسؤولية. هي عايزة تبقى ست كويسة، زوجة كويسة، بتعمل اللي عليها. يعني يجيلك ستات كتير تقول لك أنا عايزة أبقى بعمل اللي عليا. أو مثلا قبل واحدة في استشارة تقول لي أنا يعني مش عايزة ماليش أي رغبة جنسية، مش عايزه يبقى لي اي علاقه بالجنس. الموضوع ده اساسا مش شاغلني، بس انا اللي شاغلني ان انا عايزه ابقى زوجه كويسه وابسط جوزي. فبيزيد كتير قوي قوي في تربيتنا وعن بال الستات كتير ان العلاقه الجنسيه دي حقها، حقها هي تبقى مبسوطه بنفسها ومبسوطه بجسمها وبتستمتع بيه، وعايزه ان هو العلاقه الجنسيه دي عمرها ما هتبقى ناجحه فعلا ومرضيه فعلا وفيها اشباع حقيقي غير لو هي كانت متواصله مع نفسها ومتواصله مع رغباتها وعايزه تبقى مبسوطه. انه مهما كانت الست داخله متحفزه بقى ومتحمسه وانا عايزه اعمل كل حاجه واتعلم كل حاجه وابقى زي الستات المحترفات في الجنس، الستات المحترفات في الجنس بيقولوا عليهم فعلا ما يعني عندهاش اقبال او حب لنفسها ولانوثتها، مش هتعرف تتواصل معاه فعلا. خالص. وهتعمل حاجات بس هتيجي بعد فتره هتزهق. كتير صح. جدا 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 بيعملوا ده ويرجعوا يزهقوا. فاسوأ حاجه بنتربى عليها كبنات من واحنا صغيرين ان الجنس ده للرجال، ان الست المحترمه ما لهاش في الكلام ده ولا بتفكر فيه ولا بتعوزه. ده بيبتدي يترسخ فينا من نعومه اظافرنا، وده شيء مؤسف ومعطل جدا لكثير من الستات وكثير من العلاقات. وقبل ده يا آية، يعني النصيحة بشكل هستيري: اوعى حد يلمسك، اوعى حد يجي جنبك، اوعى انا هلسعك بالنار، اعملك ربنا يغضب عليك، هتروح مش يعني انا بوعي ابني جنسيا او بنتي جنسيا. ده حاجه يعني ما بيختلفش عليها اتنين، لكن ان انا ارسخ بقى في ذهنهم ان في عقاب لربنا وربنا هيغضب عليا، وان جسمك بقى ده يعني ما ينفعش، حاجات بقى الكلام اللي هو الام بتكون خايفه قوي قوي قوي، فبترعب الطفل او البنت او الولد. فطبعا بيبقى كوارث. انا فعلا بسمع لما بيجوا لي كوارث. فازاي الام برضو هي يعني توازن ما بين خوفها وما بين ان هي تربي انثى جميله يعني. لا، وبعدين هقول لك على حاجه تانية، بس خلصي النقطه دي. طيب الموضوع فيه كلام كتير قوي. هو كلام كتير آه، بصي، هو كتير قوي امهات بيجوا لي بيبقوا جايين دافعهم الاساسي بناتهم او اولادهم. وبيبقى عايزه تعرف ازاي اربي بنتي، ازاي اربي ابني، ازاي ما اخليش بنتي معقده زيي. وده دافع رائع وعظيم وجميل. والامومه في الحته دي بشوفها شيء بيعالج، شيء بيصالح الستات على انفسهم وعلى جسمهم وعلى انوثتهم بشكل او باخر. بس انا من وجهه نظري انه احسن طريقه ان انا اصالح اولادي على اجسامهم وعلى الجنس ان انا نفسي ابقى متصالحه مع نفسي.
مجرد ما انا هتصالح مع نفسي وابقى مش خايفه من نفسي وابقى محترمه نفسي وحاسه بالثقه في نفسي وحاسه ان الجنس ده مش حاجه مخيفه ولا حاجه غريبه وان انا اقدر اكون ست محترمه بطبق قيمي واخلاقي واخد بالي من نفسي في نفس الوقت اللي بستمتع بيه في حياتي، تلقائي ده هينعكس على علاقتي باطفال. لكن لو انا طول الوقت خايفه ومرعوبه حتى لو ما قلتش اي حاجه للبنت تكرهها في نفسها، لو ما قلتش بس هي هيوصل لها معتقداتي ونظراتي وتعاملي مع نفسي، لان مش بس الحاجات اللي احنا بنقولها لبناتنا نرعبهم بيها، احيانا بيبقى ان احنا ما نقولش حاجه خالص، اه صح. بيبقى نظره القرف في عينك، بيبقى خوفك، بيبقى قلقك، توترك، الرعب اللي جواكي اللي ساكن جواكي ده بيتنقل لها من غير ما انت ولا كلمه. كمان لما بتلاقي بنوتتها وبدات ان هي تاخد بالها من نفسها وانوثتها، اصل انا عايزه احط روج، طب حطي لي ميك اب، طب اعملي لي شعري، مش عارفه، فاول ما بتلاقي البنت بدات تاخد بالها من نفسها بتخاف، بتقلق، بتيجي تقول لي انا خايفه بنتي تنحرف، لا بنتي بتحب الميك اب قوي، ما اعرفش ايه. وده اللي بيخلينا دايما نقول للامهات لازم تعملي لهم، مش تقول لها ثانيه ما تتجوزي، ثانيه ما تكبري، اعملي لهم يوم في البيت ينطلقوا فيه، دي وانطلقي معاهم وطلعوا انوثتكم سوا. هي النصايح دي كلها عظيمه وجميله، بس في الاول الامهات محتاجه هي تتصالح مع نفسها. لو طب انا اديني تصالحت نصيحه مع سريعه كده، فكره، ازاي كأنا حد مش متصالح مع نفسي ابدا اعمل ايه؟ يعني بوينتس كده سريعه ممكن اعمل ايه؟ الاول لازم اعرف انه تربيتنا بناتنا، تربيتنا لاطفالنا ما بتنفصلش عن تربيتنا لنفسنا وعلاقتنا لنفسنا. البنات والاولاد بيتعلموا بالمحاكاه وبالاستنباط اكتر بكتير ما بيتعلموا بالكلام اللي انا بقوله لهم. يعني لو انا بقول لها كل يوم اغسلي ايدك قبل الاكل واغسلي اسنانك قبل ما تنامي، بس هي ما بتشوفنيش بغسل ايدي ولا بغسل سناني، مش هتاخد بالظبط. الموضوع بجد. صح. فانا اتصالح مع نفسي ازاي؟ الاول محتاجه احط في بالي انه انا خلاص ما راحتش عليا، لان كتير من الستات اول ما بتخلف خلاص هي بتبقى مش شايفه ان انا خلاص بقى راحت عليا واللي حصل حصل واتجوزنا وهي دي نهايه المطاف، خلينا نشوف بقى ازاي البنات ما يبقوش زيي. لا، في الاول اصلا لازم تحطي في بالك ان انت لازم تتصالحي على نفسك، لازم تتصالحي على انوثتك. ده بيبدا في الاول ان انا اشوف الحاجات اللي انا بسقطها على بنتي هي فين جوايا. لو انا خايفه ان بنتي تنحرف عشان بتحب المكياج، ميبي ده ممكن يبقى معناه ان انا مش واثقه في نفسي، ان انا شايفه ان انا لو شفت نفسي شويه هنحرف. لما بعيد تفكيري مع نفسي، بعيد تصالحي مع نفسي، بعيد تصالحي مع قيمي، مع الصح ومع الغلط، مع ان الجنس نفسه مش حاجه سيئه ولا حاجه مرعبه، لما براجع معتقداتي عن ان الست بما فيهم نفسي لو حست بنفسها شويه هتنحرف، ده بيبتدي يخليني انا اخد بالي من نفسي شويه، اخد بالي من معتقداتي في المطلق، فمش هسقطها على بنتي. مش ه... م- م- هو في الاول في الاخر ايه اللي مخلي واحده بنت مفزوعه، ست مفزوعه ان بنتها لو حطت مكياج هتنحرف؟ ده احيانا كتير بيبقى معناه انها خايفه في المطلق ان اي ست لو خلت بالها من نفسها شويه، لو حست بجمالها شويه هتنحرف. يبقى لازم فعلا اقعد مع نفسي اشوف ايه المعتقدات، إيه الافكار اللي بالظبط. بتوصل لي الموضوع ده. كان في بنوته بتقول لي انا كل ما يجي يحصل يعني التقاء معايا احس بتوتر، احس بقلق، ضربات قلبي بتزيد، خايفه. فطبعا قعدت اقول لها اكتبي افكارك، شوفي زي ما انت قلتي بالظبط كده، وشوفي معتقداتك وايه، وكلمي مع نفسك وشوفي ايه اللي تقدري تغيري بيه الافكار دي، علشان يعني ما يوصلش الموضوع معاكي لتوابع تانيه انت مش حباها. بالظبط، طيب. فدي اول حاجه من المعتقدات الغلط عن الجنس، انه الست ملهاش في الجنس، وان الجنس ده بس خدمه الراجل، وان كل اللي على الست المفروض تعمله انها تفضل محافظه على نفسها لغايه ما تتجوز، وبعد ما تتجوز دورها الوحيد انها تفضل ترضي الراجل. اه. ده شيء بينزع انسانيه الستات وبينزع علاقتهم بنفسهم وامتلاكهم لاجسادهم، تمام. وداخل فيه وكل فكره الخوف. وكل آية لما الست تحس يعني هكمل على جملتك ان هي بتقولي ان تبقى حابه جسمها وانوثتها، كل ما تحس ان ربنا خلقني انثى، ميزني ان انا عندي حاجات حلوه استمتع بيها كشكلي وكجسمي ولبسي وميك اب وحاجات دي، وان انا كمان يعني يعني الراجل لما يعني يتمتع معايا فده شيء جميل، انا احس فيه بانبساط. في ستات بتقولك لما يجي الزوج لا انا بحس انه ازاي ان انا جسمي هو يستمتع بيه، لا اقول لها انت انثى وربنا خلقك انثى علشان يحصل التلاقي ده. فبرضه الفكره دي لازم تبقى حاطاها في مخها ان انا انثى جميله، ربنا خلقني ميزني، خلاني جسمي وخلاني شكلي، فتبدا تكلم نفسها بكلام ايجابي حلو. يعني هو ده صحيح، بس الموضوع في مجتمعنا اعقد من كده شويه، اعمق من كده شويه، الموضوع مش سهل بسيط قوي كده. كده، مش بسيط كده للاسف يعني، للاسف. فاعتقد ان البدايه اللي هوصلني اصلا ان انا استمتع بنفسي واستمتع بجسمي وابقى متصالحه مع ان جوزي عنده رغبه فيا وعايز يستمتع معايا، هو ان انا ادي لنفسي الحق اصلا في الاستمتاع، والاستمتاع بالطريقه اللي تعجبني، مش لازم بالطريقه اللي تعجبه هو او باسلوب معين مفروض عليا، لا بالطريقه اللي تعجبني واستمتع بيها وتبسطني فعلا، مش بشويه خطوات كده هتعجب الراجل وانا بقى المفروض اتبسط بيها بالتبعيه. لا، هو ربنا مش خالق لي انوثتي عشان الراجل يتمتع بيها. استمتع انا آه كمان. بالظبط، هو ايوه. استمتع انا كمان، دي ملهاش شكل واحد. يعني مش لازم ايوه. خالص تبقى بتحط مكياج، انا ما بحطش مكياج خالص بالمناسبه ما انا بحبوش ما بحبوش يعني، ما مش مربوط معايا بالانوثه. بس بستمتع بالحاجات اللي انا حابه استمتع بيها. احيانا على فكره ممكن استمتاعي بجسمي مش لازم يبقى اصلا في ان انا ابقى بقلد الستات اللي هم متصدرين انهم نماذج انثويه، ممكن استمتاعي بجسمي تيك توك ان انا اروح الجيم. والانستجرام والحاجات دي كلها اه مصوره يعني فريم كده للانوثه غلط اصلا كله. ممكن اروح استمتع بجسمي عن طريق ان انا اتعلم سباحه، ان انا اروح الجيم،
ان انا ارقص، ان انا البس حاجه شكلها حلو عليا، ان انا اشوف الالوان اللي بتعجبني، ان انا اكل واستمتع بالاكل بجسمي اللي ربنا خلقه لي، ان انا العب مع عيالي، ان انا احرك نفسي. هي اصلا فكره ان جسمي ده بتاعي وربنا خلقه لي عشان خاطر استمتع بيه، مش عشان حد تاني يستخدمه. دي مهمه جدا 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 انها تتزرع في نفوس البنات من هم صغيرين، والستات هتبدا لما يكبروا. تقدم بعد كده العلاقه بشكل مرضي، هي هتبقى مرضيه وبتقدمه اه، فعلا بشكل مرضي قوي. برضا مش انها بتنفذ واجب. يعني اسوأ حاجه في مجتمعنا ده ان الستات بتمثل الجنس، او الرجاله كمان بيبصوا للعلاقه الزوجيه على ان هي حقه الشرعي، انها مش مقصره. تحسي الواحد بيبقى موظف، يجي واحد يقول لها بنتي وانت موظفه؟ يعني بنتي موظفه؟ يعني اصل الانسان لما بيبقى موظف بيكره بيكره الموضوع يعني. الروتين فعلا. لا طب مش يا ايه، انت بس الروتين، لا مش ذكرتي. فكره الروتين يا تدريد، لا مش فكره اه. الروتين، هي فكره الالزام. احساس اه. انها مقصره وبتعمل اللي عليها ولا لا، من باب انه هي من واجبها بس ان هي تبقى بتقدم خدمه جنسيه. ايوه. فده شيء سيء جدا 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 جدا. في نقطة أنتِ ذكرتيها، خلّينا ننتقل على النقطة اللي بعدها، إن اللي بيعمل المشاكل اختلاف التفكير بين الراجل والست بخصوص الجنس. اه يعني الست بتبقى متخيلة إن الجنس 1، 2، 3، والراجل شايفه 1، 2، 3، فالراجل بيستمتع بطرق معينة وبيُثار بطرق معينة، والست عكسه. فالبداية عند الست غير البداية عند الراجل، والنهاية هنا غير النهاية هنا، فطبعًا بيحصل فجوة لمّا ما بيقدروش يفهموا بعض أو يتواصلوا مع بعض. فقولي لنا الأول اختلاف التفكير بين الراجل والست، أو الرغبة ما بين الراجل والست الأول، وبعد كده نتكلم عن الفجوة، وبعد كده نرجع نتكلم إزاي يبدأوا يتواصلوا مع بعض. طيب بصي، هو انا معاكي. ماشي. احنا انا ما بحبش قوي فكره التعميم، ان هي الستات كلها بتحب كذا وبتفكر بالشكل الفلاني، او الرجاله كلها بتحب كذا وبتفكر بالشكل الفلاني. احنا ربنا خلقنا مختلفين، فالاختلافات ما بين كل ست والتانيه ممكن تبقى اكتر كمان من ما بين الست والراجل. فما فيش حاجه نقدر نقول انها بتنطبق على كل الرجاله، ولا حاجه بتنطبق على كل الستات. فالفكره كلها في ان ازاي كل حد فينا سواء راجل او ست يبقى متواصل مع نفسه ومتواصله مع شريكته، ونبتدي نعرف احنا بنحب ايه وبنكره ايه وتوقعاتنا واللي احنا مستنيينه اللي احنا بنفكر فيه. نبقى عارفين ان هو شيء شخصي مش قواعد الكون. يمكن دي اكتر حاجه بتعمل ازمه، لما ابقى متخيل او متخيله ان افكاري عن العلاقه الجنسيه هي قواعد الكون اللي المفروض الطرف اللي قدامي يحققها، ولو هو ما بتنطبقش عليه يبقى هو في حاجه غلط، انا في حاجه غلط. دي اكتر حاجه بتعمل ازمه ما بين الازواج، ان احنا ما بنبقاش عارفين اصلا ان احنا جايين بتصورات وتوقعات مش لازم هي اللي تبقى عند الطرف الثاني. فما إمم. فيش حاجه عند كل الستات وعند كل الرجاله. فمن الاول كده التواصل هو الاساس ما بين كل إمم. اتنين، كل اتنين، كل زوج وزوجه. التواصل ما بينهم هو الاساس في العلاقه الجنسيه وفي انهم يبقوا متفقين مع بعض. بس إمم. لو ذكرنا شويه حاجات عامه في مجتمعنا ممكن تكون واضحه قوي في الفروقات ما بين الراجل والست، انه غالبا الراجل بيبقى معرفته الجنسيه بنفسه اكبر بكتير من معرفه الست بنفسها. بيبقى هو أيوه. عنده حريه شويه للاستكشاف، مش بتبقى إمم. موجوده عند الست. الست بتبقى أيوه. مستنيه بعد الجواز الراجل هو اللي يقول لها كل حاجه، هو اللي يقول لها كل حاجه عن إمم. جسمها، هو اللي يقول لها كل حاجه عن نفسها، هو اللي يقول لها كل حاجه عن العلاقه الجنسيه، هو اللي يقول لها تتبسط ازاي وما تتبسطش ازاي. وهي بتبقى داخله متخيله، دي برضو حاجه من الحاجات اللي بتعمل مشاكل كبيره قوي وصدمات كبيره قوي بعد الجواز، يعني بتعمل مصايب. انه كتير جدا من الستات في مجتمعنا بالذات، وللاسف كتير كمان برضو من الرجاله بيبقوا متخيلين ان الراجل عارف كل حاجه عن الجنس. هو راجل يبقى المفروض يبقى عارف. غالبا الرجاله مش عارفين حاجه، ولو عارفين الستات اوقات بسبب الكورسات اللي طالعه والحاجه والكتب والفيديوهات، الستات عندها اقبال على الموضوع بشكل كبير جدا ووعي كبير جدا. الرجاله للاسف هي فاكره ان هي عارفه كل حاجه، بيبدا يحصل مشاكل كبيره خصوصا لما الست وعيها زاد وعرفت حاجات كتيره هي حابه تجربها وحابه تعرفها وحابه تستمتع بيها، وتيجي تلاقي الصدام بقى هنا. فبيحصل فجوه كبيره جدا ما بينهم فعلا. ومن الاول اصلا، يعني من الاول اصلا عشان نوصل لنقطه ان الست تبقى عارفه ان الراجل اللي معاها ده مش شرط يبقى عارف كل حاجه، وان هو نفسه يبقى بيعترف بده ان هو مش شرط يبقى عارف كل حاجه، او انه بيبقى فاكر نفسه عارف كل حاجه وهي فاكراه عارف كل حاجه، لكن بتطلع بنتعلم شويه حاجه. سوا. مش احنا بالظبط بنكتشف بنتعلم سوا. بنكتشف بعض، أمم، والتواصل بقى مع بعض في اليوم، بعد مثلا ما يحصل علاقه او حاجه بنقعد نتواصل سوا، انا اتبسطت بكذا، حبيت كذا، انت بتحب ايه، انت فبنبدا نتواصل تاني مع بعض، ونبدا كل واحد يعرف بيحب ايه وبيكره ايه، أمم، فبنتعلم مع بعض. لكن فعلا في ناس بتبقى سايبه. لا انا حرفيا واحده كلمتني بقى لها 15 سنه العلاقه قائمه على الزوج فقط، وهي أمم، ما الا هي مستقبل، وهي اللي هو بيقول عليها حاضر ونعم. هي فعلا لما كانت قالت لي كده، ودلوقتي بتفكر بقى تتغير لما هو فكر يتجوز. هو قرر أمم، ده، انا يا جماعه انا مش قادر استحمل اكتر من كده. هو ما اتكلمش معاه خالص، وهي قررت ان هي تتغير بعد ما هو بدا يعترض. وده برضو غلط. التواصل اليومي والكلام، وان احنا نعرف نقعد نسال بعض اسئله حول العلاقه الخاصه واحنا قاعدين مع بعض قعده لطيفه، ده بتفتح فعلا مدارك وتخلينا قادرين نتواصل بشكل جيد. أمم. ده طب ايه اللي حقيقي. بيعمل الفتور الفتور بقى، اللي هي تقول لك انا بحب العلاقه بس انا ما بقاش عندي اقبال عليها. والله انا بحبه بس اول ما يجي يقرب مني بحس انه مش قادره، مش عايزه، بتهرب منه، بروح انا في اوضه الولاد. ايه اللي ممكن يحصل؟ او الراجل نفس الكلام، ماسك التليفون، الست تيجي تقرب منه لا معلش انا تعبان سيبيني دلوقتي مش قادر. ايه اللي بقى مترتبات كده بتحصل تخلي فعلا فجاه كده الفتور حصل والفجوه دي حصل.
هو الفطور طبيعي، يعني الفطور طبيعي، الملل يعني ما طبيعي. نقلقش لما نيجي فطور، ما نقلقش، ما نتوترش. يعني طبيعي خالص ان احنا نبقى علاقه طويله، احنا مع بعض بقالنا 15 سنه او 20 سنه او 10 سنين، فطبيعي ان بيحصل فتور، بيحصل ملل، بيحصل ان احنا نبقى عايزين ان آه، نجدد، ان احنا نزهق من بعض. مش شرط ان يبقى فيه مشكله عند حد فينا، ولكن هي الحياه كده، الحياه فيها مسؤوليات، الحياه مسؤوليات، الحياه صعبه، بنسافر، بنتعب، بنخلف، بيبقى فيه آه، هموم، بيبقى فيه متاعب، ده بيتاثر بيه الستات يمكن اكتر شويه من الرجاله، لان الستات بيبقى عندها مسؤوليه البيت والايام ما بتخلصش. يعني الراجل يعرف يفصل شويه، الست ما تعرفش تفصل، ما تاخدش اجازه. بس في نفس الوقت الراجل كمان على فكره بيتاثر بنفس الشيء. يعني في ستات كتير جدا بتبقى فاكره ان الراجل ما فيش حاجه اسمها انه يبقى تعبان ولا زهقان ولا مقريف، ما دام هو ما عندوش رغبه جنسيه يبقى يا كارهني يا بيعرف عليا حد، يا اما انا مش مالي عينه. لا، ما هم الرجاله زيهم زينا بيتاثروا، بيتعبوا فعلا، بيزهقوا فعلا، بحالتهم النفسيه وضغوطاتهم النفسيه والعصبيه بيخليهم ما عندهمش رغبه جنسيه، او رغبه جنسيه مش اولويه. فالفتور، فترات الفتور دي، وان الجنس ينزل من على قائمه اولوياتنا، ده شيء طبيعي في الجواز. يعني هو الجواز مش قايم على الجنس بس، والرغبه الجنسيه عندنا بتتاثر بحاجات كتير قوي. بتتاثر احنا اصلا بنعامل بعض ازاي، احنا اصلا الحميميه العاطفيه ما بيننا عامله ازاي، هل احنا بنعرف نتكلم مع بعض ولا لا. فلو احنا عايزين ما نقعش في الروتينيه دي، اولا لازم نقبلها، نعرف ان ده يعني ده مصيرنا كلنا يا جماعه. ما فيش اتنين بيفضلوا مع بعض 20 30 سنه يبقوا طول الوقت بشكل تلقائي زي اول سنه. لا، طبيعي خالص، حلو الحياه قوي. بتسحلنا، الحياه بتسحلنا. الحياه مش سكس بس، والراجل والست علاقتهم مش سكس بس. فاحنا بنعرف ان ده اوريدي بيحصل، وعشان نقدر ما نقعش بقى في الموت الجنسي تماما، وان العلاقه تبقى بلا جنس تماما والفجوه دي تماما، محتاجين نعرف ان احنا الاثنين محتاجين نبذل مجهود واعي في ده. مجهود واعي ان نخلي العلاقه الجنسيه من اولوياتنا، انها تبقى مهمه في حياتنا، انها يبقى محطوط لها وقت، ان احنا نبقى بناخد بريك، نبقى عارفين احنا لازم ناخد من وقتنا كده ومن يومنا. بقى لو هسيب الغسيل ما يتغسلش والمواعين ما تعملش والمطبخ مش متشطب، بس احنا محتاجين نقعد مع بعض، نقعد مع بعض قعده حلوه، نتكلم عن همومنا، نقرب من بعض، يبقى في تواصل حميمي الاول، يبقى في تغيير، نطلع اجازه مع بعض. ان احنا اولا نبقى اصدقاء، عارفين ايه اللي بيدور في حياه بعض، كل واحد فينا عارف التاني حياته بيدور فيها ايه، وقادرين نستحمل بعض بدون ما ناخد الموضوع بشكل شخصي، لان ستات كتير ورجاله كتير جدا بياخدوا الموضوع بشكل شخصي قوي. فعلا. صح. يعني مثلا واحده خلفت وام جديده وعندها عيل بقى عنده 6 شهور ما بينيمهاش، يقول لك ده اهملتني من ساعه ما خلفت. ما يا ابني انت لازم امال تعمل ايه يعني؟ ما في تقوم معايا. رجاله برضه تاخد بعضها وتروح تبات في اوضه تانية وتهمل بالظبط. الست، وبتحصل فعلا. وكل وهي واحد بتغير مشكله البامبرز آية. ولا تشيل العيل شويه وتسيبها تنام. فلما بياخد الموضوع بشكل شخصي كده بيبقى في ازمه. لما الست برضو تشوف الراجل عنده فطور شويه وهي مش عارفه ايه اللي بيدور في حياته، تاخد الموضوع توتر. بشكل شخصي، يبقى في ازمه. فان احنا نبقى اصدقاء جود فريندز، عارفين ايه اللي بيدور في حياه بعض، وفي تواصل على طول ما بيننا، وان احنا نبقى حاطين العلاقه الجنسيه من اولوياتنا، ونديها من وقتنا ومجهودنا، ما نستناش انها تحصل كده زي ما كانت بتحصل واحنا رايقين بقى في اول الجواز والهرمونات شغاله ومش ورانا حاجه غير ان احنا عرسان بناكل وبنشرب وبنعمل علاقه. صح. حلو قوي نقطه ان انت بتقولي نحط لها وقت في يومنا، لان فعلا في ناس بتنسى يومها وتقول لك انا بترمي على السرير كده، ولا هو راجع خلاص هلكان، او نزل بقى خرج مع صحابه او ما اعرفش ايه، ومش في دماغه. لا، هو فعلا لما بنفكر في اليوم كده، يعني تسترجع ذكرى حلوه، تتكلم معاه، ايموشن حلوه على الواتساب، هو رساله حلوه ما اعرفش ايه، بيجدد فعلا النشاط وبيخليهم فعلا عندهم اقبال لبعض. مم. طيب، كان في سؤال واحده بتساله، ان زوجها ساعات اوقات كتيره بيطلب منها حاجات، والحاجات دي هي شايفه هي بتتكسف قوي وهو جريء قوي. اه. تمام. مش شرط حاجات فوق القدرات يعني، لكن هي مش قادره تتخلى عن كسوفها وتبدا تروح له على الاقل في منطقه وسط، يعني مش هتروح له هو عنده، لا، في منطقه وسط. فهي تعمل ايه؟ وازاي تقدر تتفهم احتياجاته دي عشان تقدر تتواصل معاه، والعكس صحيح. طيب. آه، خليني اقول انه اي علاقه جنسيه فيها مسؤوليه مشتركه ما بين الاثنين. يعني مهم قوي 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 ما نبقاش بنرمي اللوم على بعض. يعني من الاول كده يا ستات ورجاله، انا عارفه ان معانا رجاله ويا ستات برضو، احنا في العلاقه الجنسيه اسوأ حاجه تدمر العلاقه الجنسيه وتخلي المشاكل ما تتحلش هي فكره ان احنا بنرمي اللوم على بعض. فيبقى هو عنده علاقه رغبه جنسيه زايده شويه، او هو جريء شويه، فتلاقي مثلا ممكن واحده ست تقول عليه اصل هو راجل فاضي، اصل هو شمال، اصل مش عارفه البورن واكل دماغه، ويبقى فيه وصم كتير. او ان هو بقى يفضل يقول عليها اصلها ست بارده، اصلها مش ست، اصلها مش انثى، اصلها مش عارفه ايه، وان هي كمان تبتدي توصم نفسها بده، وده الاكثر شيوعا. فاحنا ما بنوصمش نفسنا، ما بنعتبرش نفسنا فينا خلل او فينا حاجه صغيره، ولكن بص الموضوع في سياق العلاقه، احنا الاثنين بنشتغل على ده مع بعض. بمعنى مش مطلوب خالص ان هي الست اللي تشتغل لوحدها على انها تخرج من كسوفها، لان هي عايزه تخرج من كسوفها عشان مين؟ عشان خاطر الراجل اللي معاها. فالراجل اللي معاها لازم يقدر خلفيه الست دي وهي جايه منين وهي اتربت ازاي. كتير قوي 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 من الرجاله، ودي برضو من المعتقدات الخاطئه اللي عامله بلاوي في مجتمعنا، بيبقوا منتظرين ميكس عجيب كده ما تعرفش هيتحقق ازاي. هو واخد واحده لو خرجت من البيت تتوه، محترمه محتشمه عمرها في حياتها ما كلمت ولاد، جايه من بيت صارم جدا جدا جدا، بس مستني انها اول ما هتتجوزوا تبقى تبقى هند رستم بقى، هتبقى ملكه الاغراء في البيت، خلاص بقى حلالك بقى. لا، هي الامور ما بتمشيش كده، لازم يبقى في تقدير. البنت دي جت منين، اتربت ازاي، عاشت ازاي، بيتها اللي ما كانتش بتسمح لها مثلا مامتها تلبس بيجامه قدام اخواتها، ولا عمرها قعدت معاها قالت لها حاجه، ولا عمرها قعدت في قعده ستات.
ففي حواجز نفسيه كبيره لازم تحترم. ده طيب هي لازم. كست تقدر تتخطى ده ازاي ايه؟ اول حاجه لازم هي تعرف ده جاي منين، عشان ما تفترضش ان ده قواعد الكون او ان الستات كلهم كده. فهي طبيعيه، طبيعي ان انا يبقى عندي خجل في نطاق اللي انا عشته واللي انا اتربيت عليه واللي انا اتعلمته. لما بحدد اللي انا عشته واللي انا اتربيت عليه واللي انا اتعلمته، ببتدي احدد انا محتاجه ايه. هل محتاجه كلام اكتر من جوزي، محتاجه مثلا رومانسيه اكتر، تشجيع اكتر، محتاجه ان هو يديني افكار، ولا محتاجه اقعد مع بنات زيي يقعدوا يتكلموا معايا ونتكلم مع بعض ففك فاحس ان الموضوع مش وحش ومش غلط. طب انا ايه اللي مخليني حاسه بالخجل؟ هل ان انا حاسه ان الجنس ده حاجه عيب، ان انا خايفه ابان سخيفه فمحتاجه تطمين شويه وتشجيع شويه من جوزي، طب مش عارفه ابدا منين فابتدي اخد خطوات صغيره. ف يعني لو هقول للاثنين موجودين مع بعض الراجل والست، اقول لهم خدوا خطوات صغيره، يعني خطوات صغيره تبقى مقبوله، ما بقاش ضغط على نفسي قوي. دي مشكله كتير برضو من الازواج والزوجات، انا ببقى عايزه المشكله تتحل ما بين يوم وليله، من ان انا رابعه العدويه ان انا بقيت رقاصه. لا هي بتمشيش كده. هي بتمشي ان انا ما اجبرش نفسي، وحته حته اشوف ايه اللي ممكن اجربه، اتصالح معاه، ابقى كويسه فيه، ايه اللي انا ممكن مش قابلاه خالص بلاش افكر فيه، افكر في المقبول بالنسبه لي، اللي ينفع اجربه. اجرب افتح النور مره، اجرب اقول فكره مره، اجرب البس حاجه مره، اجرب النور قصه مره، اجرب اتكلم مع اختي ولا صاحبتي ولا معالجه مره، اقرا كتاب مره. فانا بعرف احتياجاتي وباخد نفسي واحده واحده، وبجرب الحاجات. آه بجرب الحاجات على حسب طاقتي وعلى حسب رغبتي وعلى حسب علاقتي بجوزي. كتير من الازواج بيقعوا في فخ انه حلو الكلام ده بس مش كفايه. هو ايه اللي مش كفايه؟ موظفه عندك؟ لا، احنا الاثنين واحده 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 واحده، هو كمان بنقدر ما بعض، يحسسهاش، بنفيد ايوه ما بعض. يحسسهاش ان انت غريبه. ساعات الرجاله فعلا بتقعد تنقد وتهد، وانا ما بقتش مستحمل ده، وانا ما اعرفش ايه وانا ايه، فيعني الخطوتين اللي مشيتهم بترجعهم بسبب قله ثقتها بنفسها. وقله التعاطف، يعني اهم حاجه في العلاقه ما بين الزوجين التعاطف، ان كل حد فينا يبقى محترم رغبات التاني، محترم مشاعره، محترم التاني ده جاي منين. شوفي رجاله كتير قوي والكارثه جايبين واحده من اسره سلفيه، عمرها ما لبست بيجامه في البيت، بنطلون يعني في البيت، وعايزها تبقى ماشيه بقى طب ازاي؟ انت لازم والمشكله يعني والكارثه تتعاطف، الاكبر يبقى يا في ايه، حلول. والكارثه الاكبر ان هي بتبقى لسه بادئه تحاول او تجرب، وتصطدم بقى بانه بيكلم ستات تانية، شتات، بورن، حاجات بقى. فهنا بقى ده بتحصل بقى يعني عارفه صدمه، بترجعها بقى خطوات. لا انا مش هجرب، انا مش هعمل اي حاجه. طبعا طبعا طبعا، لان الخيانه دي صدمه نفسيه وبتكسر الثقه وبتكسر العلاقه ما بين الزوجين تماما. فانا لو عايزه اتخطى خجلي وكسوفي واجرب حاجات جديده عشان انا بحب الشخص ده، يوم ما يخوني هبقى مش طايقاه ولا طايقه العلاقه ولا عايزه اخد حاجه، وحتى لو غصبت على نفسي شويه هرجع تاني مش طايقاه، لان الخيانه شيء بشع، الخيانه شيء صادم جدا ومؤلم جدا يعني. طيب لو احنا بيسمعنا ازواج دلوقتي وممكن يكون مر على حياتهم يعني فتنه، اتفتنوا في حاجه، كلم واحده، حصل حاجه غلط، اتفرج على بورن، ايا كان، ايه الرساله اللي توجهيها برضو كزوج بيسمعنا دلوقتي؟ يعني اهم حاجه يتحمل مسؤوليه افعالك، بلاش نرمي ده على الست. يعني كتير قوي عشان الانسان ما بيحبش يشوف نفسه وحش ولا غلطان، يبتدي يلاقي مبررات كتير لنفسه. انا عملت كذا عشان هي بارده، عشان هي ما بترضينيش، عشان هي مش زي الستات. لا، الست دي انت اللي اخترتها، انت اللي رحت اخترتها، سواء انت ولا مامتك، انت رحت اخترتها بظروفها هي كده زي ما هي، بخلفيتها الثقافيه، بتربيتها، اخترتها تبقى عذراء ملهاش اي خبرات قبل كده، اخترتها من بيئه محافظه، اخترتها من الفلاحين، انت اخترتها خلاص. فده في التزام اخلاقي وديني واجتماعي ان انتوا تحمل مسؤوليه الاختيار ده. مش معنى كده ان انا ابقى اجلد نفسي وان انا اسوء انسان في الدنيا، ولكن بتحمل مسؤوليه اللي انا عملته. اول حاجه اعملها ان انا اوقف اللي انا بعمله، ما اقعدش ابرر لنفسي، واقعد كل شويه اعرف واحده والثانيه والثالثه واقعد الوم في مراتي واقول هي السبب، ولما الاقيها مش بترضيني فاكد لنفسي العذر اللي انا اديته لنفسي فاعمل ده تاني، فببقى ببوظ الدنيا. احنا ببدا ابني اول الثقه حاجه تاني. بالظبط نتحمل مسؤوليه افعالنا، دي اول حاجه في بناء الثقه، ونوقف السلوك السيء، ونتحمل ان ده هيبقى له تبعات سيئه على الزواج، ان انت مش كتر خيرك مجرد انك وقفت اللي انت بتعمله، لا اللي انت عملته ده له اضرار. لا انهيارات كل شويه وعتاب بالظبط، وحزن وعياط، فلازم يتحمل ده، تحمل ده. مش يلوم عليها كمان ويقفل الباب في وشها. بالظبط، تحمل ده، وابتدي نبني الثقه واحده واحده تاني، ونبني العلاقه واحده واحده تاني، ونبني التعاطف والتواصل ما بيننا واحده واحده تاني، ونعرف احتياجاتنا ازاي نلبيها مع بعض، مش على حساب بعض. صح. كان قبل ما ننقل على النقطه الثانيه اللي اقول لك عليها، كان في بنوته كاتبه عشان تعليقا على اللي انت بتقولي تتكلم مع ستات وكده. فهي بتقول هو كلام في الجنس حرام ما بين السيدات. هي اكيد ما تقصدش الكلام ان انا احكي الحاجه اللي بتحصل ما بيني وبين زوجي، قصدها على كورس معلومه، صح ولا كنت تقصدي ايه؟ بصي، انا ما بتكلمش في الحرام والحلال، انا دكتوره وما بحبش افتي في غير تخصصي وما بحبش افتي في غير العلم. فالحرام والحلال انا ما بتسالش فيه، ونسال فيه اهل العلم. لكن اللي انا قصدي فيه مش قصدي ان احنا بنجرح خصوصيات بعض، على قد ما بنقعد نتكلم عن مشاعرنا، عن احساسنا، عن اللي بنحبه، عن اللي بنحبوش، عن مخاوفنا، عن الحاجات اللي بترضينا كستات مع بعض. مش لازم ابقى بجرح زوجي وبعريه قدام الشخص اللي قدامي، ما بتلاقيش ولكن انت تفاصيل خاصه. من حقك تشاركي مشاعرك مع ستات تانية، مع واحده صاحبتك، مشاعرك انت، فضولك، رغباتك، نشارك مع بعض بنحب ايه، بنكره ايه، نشارك مع بعض الافكار مثلا، حاجات عايزين الحواجز نتعلمها النفسيه كده. او الحواجز النفسيه مثلا. لما ده بنختار الناس الصح اللي نشارك معاهم، ده بيبقى له تاثير حلو قوي. جميل قوي. طيب خلينا بما ان فتحنا على الجزء الخاص بالرسائل والخيانه، لو زوجة اكتشفت ان زوجها بيتفرج على افلام بورن،
وبتقول لك انا حاولت كتير وعملت وسويت وانا ما بقصرش معاه. المشكله الموضوع ليه شقين، انا ما بقصرش معاه، والشق الثاني حاولت معاه كتير جدا عشان يوقف. هي رابطه، ده بيكون لسه مخلص العلاقه وابص الاقي اتفرج او حصل عاده سريه او ايا كان. فاشرحي لنا بقى الجزء ده سريعا، مش سريعا يعني قوي، بس قولي لنا كمان ان هي تتعامل ازاي. الافكار اصلا فيها حاجات كتيره غلط في الموضوع يعني كفكر ليها هي. امم طيب قولي سؤال محدد لان السؤال ده كبير قوي. اه، ما انا هي قالته لي كبير كده زي ما هو. طب بصي ايه، اولا خلينا نقسمه. اول جزء ان الست اول ما بتشوف الراجل بيتفرج على افلام بورن بتحط على طول الجمله اللي بعديها على طول انا مش مقصره معاه. تمام. طيب ايوه. دي اول نقطه. النقطه الثانيه، انا حاولت معاه كتير عشان يبطل بس مفيش فايده. مم. هما دول النقطتين وبعد كده ننقل على حاجه ثانيه. طيب شكرا. اول حاجه انه آه اول حاجه انه انت مالكيش دعوه بالبنات اللي في البورد. يعني ده ملوش علاقه بانت مقصره ولا مش مقصره، انت حلوه ولا مش حلوه. احنا ما بننافسش، احنا مش داخلين مسابقه. زي ما قلنا احنا مختارين بعض. لو عايز يتجوز بورن ستار يروح يتجوز بورن ستار، انت مالك؟ هو في الاول في الاخر اختارك زي ما انت اخترتيه هو، او حتى هو وافق عليكي زي ما انت وافقتي عليه. فما بنقعدش بقى نقارن نفسنا ونحسس نفسنا بالذنب ان لو ربما لو انا شكل الستات دي او انا بعمل زيهم هو هيبطل. لا، هو فرجته على المواقع الاباحيه. واحده بتسال ايه البورن ده؟ البورن اللي هي المواقع الاباحيه او الفيديوهات الاباحيه اللي فيها محتوى جنسي. آه، دي حاجه ملهاش علاقه بيكي انت، ملهاش علاقه انت حلوه ولا وحشه، بتعملي ولا ما بتعمليش. لو هو مش راضي جنسيا في العلاقه معاكي يجي يتكلم معاكي ويقول لك، لكن ما يعلقش سلوكياته واختياراته عليكي انت او على ان انت فيكي حاجه غلط. لا، انت ما فيكيش حاجه غلط. لانه اولا اللي هو بيتفرج عليه في المواقع الاباحيه ده مش طبيعي ومش حقيقي، ومليان تعديلات وعمليات وفوتوشوب وحاجات غريبه وحاجات مش منطقيه وحاجات لا يمكن المجتمع والعرف والدين يقبلها ولا اخلاقيا نقبلها. فانت مش هتتنافسي مع ده. اوعي اوعي تحطي نفسك في منافسه مع ده. احنا اللي علينا كستات وكرجاله ان احنا نحاول على قد ما نقدر نوصل لعلاقه مشبعه علينا احنا الاثنين، نحقق رغباتنا على قد ما نقدر. لكن احنا ما بنتنافسش مع البون ولا بنتنافس مع فتيات الليل ولا فتيات الاعلانات. اللي فينا موظفه ومتجوزه واحد بتتجوزه واحد موظف برضه عادي، ما هيش بتبقى متجوزه توم كروز. حتى لو متجوزه توم كروز لو وافق يتجوزك خلاص انت خدرتيه يعني، مم. ضربتيه على دماغه. لا، فاحنا ما بنتنافسش خالص. تاني حاجه ان الموضوع يبطل ولا ما يبطلش ده في شقين. اول شق محتاج كل واحده فينا تعرف هي ليه بتبقى متضايقه لو جوزها يتفرج على بور، لو بيتفرج على موقع اباحيه ليه متضايقه. هل بتجيبها ده على بيحصل؟ نفسها. بتجيبها على نفسها، فاحنا نبطل نجيبها على نفسنا. تاني حاجه لو احنا شايفين ان ده خيانه بشكل او باخر، شايفين ده في تقصير في العلاقه الجنسيه بشكل او باخر، بنبتدي نركز على اللي يخصنا في ده. مم. يبطل هو بقى او ما يبطلش عشان حرام او مش عشان حرام، دي حاجه بتاعته. انت مش دورك انك تجبريه يبطل. اذا كان احنا بنبقى الدكاتره والمعالجين المتخصصين، لما يجي لي حد عايز يبطل هي بتاعته، لو هو مش عايز يبطل هي بتاعته، انا ما بجبروش يبطل. لازم مم. ده يبقى نابع من جواه. فمش فشل فيه، مش فشل منك خالص انك ما عرفتيش تخليه يبطل، لان ده مش دورك اصلا، ما بتعرفيش تخلي حد يبطل. مم. هي واحده بتقول لك ان هي بتحس ان هو بيستغنى عنها. هي مشكله ان في كتير من الازواج، في اشخاص البورن والعاده ما بتاثرش على العلاقه ما بينهم، يعني ده وده شغال، لكن في ازواج للاسف بينصرف تماما عنها وعن احتياجاتها ويبدا يبص على نفسه هو بس. فساعتها بتخانق بقى او بتناقش او باخد موقف فيما يخص احتياجاتي، صح. انه انا ده مش عاجبني وانا ليا احتياجات وانا عايزه يبقى في علاقه ما بيننا. ولو لقيت ان هو مش مستجيب باخد موقف. يا اما مم. بوقف علاقه معاه، يا اما بسيبه، يا اما بحاول اتقبل الموضوع. يعني باخد موقف وهو يشوف بقى هو هيعمل ايه. يعني دي اصعب بكتير، بس هي اللي في ايدينا ان انا اخد موقف. الاسئله كلها هنجاوب عليها، يعني احنا هناخد بريك وبعد كده بنرجع نجاوب على الاسئله، ما تقلقوش اللي انتوا بتكتبوه كله هنرجع نقراه ونجاوب عليه. تمام. طيب يا ايه دلوقتي، المشاكل الجنسيه، يعني سواء برود جنسي او مثلا سرعه قذف، ما فيش انتصاب، ما فيش رغبه، حاجات كتير بقى. الحاجات دي كلها بتبقى عضويه ولا نفسيه، ولا محتاجه دكتور، ولا محتاجه ان انا اشوف يعني فيتامينات بقى، ولا محتاجه حبوب؟ يعني ايه الموضوع اصلا وطريقنا ليه ازاي عشان نحله؟ افهم اصلا في الموضوع من البدايه، لان في ناس تقول لك ده المشكله عضويه ولازم يروح لدكتور. لا، ده ما عنده اصلا عنده حاجه نفسيه مش عارف ايه. فاهمه قصدي؟ فالمشاكل الجنسيه دي اساسها ايه اصلا؟ يعني المشاكل الجنسيه احنا بنقول عليها بايو سايكو سوشيال. يعني ايه؟ يعني ليها اساس بيولوجي وليها اساس سيكولوجي نفسي وليها اساس اجتماعي. فهي بتبقى متداخله ومتشعبه وفيها جزء طبي، فيها جزء نفسي، فيها جزء اجتماعي، في جزء له علاقه بالمعتقدات، في جزء له علاقه بالعلاقه بقى الحميميه نفسها. فلما بيبقى عندنا مشكله جنسيه بنروح لحد متخصص. بنشوف لو في حاجه عضويه بنحلها. غالبا الحاجه العضويه دي بيبقى الراجل عند دكتور ذكوره والست عند دكتوره نساء. لو ما فيش حاجه عضويه يبقى هي سببها نفسي او سببها علائقي. والنفسي والعلائقي ما بيفصلوش مع بعض. يعني ان انا علاقتي بنفسي وعلاقتي بجوزي وعلاقتي بالحياه وتفاعلي مع الحياه والحاجات اللي حصلت لي مأثر طبعا على نفسيتي. النفسيه بتأثر على الجنس في كل حاجه. لو سببها عضوي بروح للدكتور الذكوره او دكتوره النساء، بشوف لو انا عندي سبب عضوي ده بيتعرف، يعني ما هيش حاجه غامضه. فلو ايوه. الدكتور قالت لي انت ما عندكيش حاجه عضويه يبقى انا عندي حاجه نفسيه. لو دكتور الذكوره قال انا ما عنديش حاجه عضويه يبقى انا عندي حاجه نفسيه. تمام. طيب لو الست يعني خلاص هي حاليا في مرحله
انا مش عايزاه يلمسني اصلا، خلاص عايزين نكمل عشان خاطر العيال، وانا مش عايزاه، ما بقتش حابه العلاقه تماما. ازاي بقى انت تبدا تاخد خطوه؟ لان كده كده مكملين وفي مشاكل، يا اما عايز يروح يتجوز تاني وهي مش عايزاه يتجوز تاني، يا اما بتقول له خلاص اتفضل روح اتجوز تاني، ولو اتجوز تاني هتموت من الغيره والزعل ان هو اتجوز. فازاي تبدا تاخد خطوه تجاه نفسها؟ والكلام للزوج برضه، يعني وجهي رساله للزوج وللزوجه، لو خلاص هو حس انه خلاص احنا في عارفه المنتصف المميت، لا احنا عارفين نقدم ولا عارفين نرجع. في الحاله دي نروح قابل سبب يا جماعه احنا الاثنين، يعني بلاش نروح نقعد نرمي الموضوع على بعض، وانت السبب لا انت السبب، انت روح تعالج لا انت روحي تعالجي. نروح مع بعض نعالج مشاكلنا النفسيه والزوجيه والتعامل ما بيننا احنا الاثنين مع بعض. ولما بنعالج مشاكلنا بنعرف ازاي نتكلم، ازاي نتواصل، ازاي نتعاطف، ازاي نسمع. واحده واحده بنلاقي اكسس. برضو احيانا محتاج مساعده المتخصص ان احنا نبتدي نعيد حياتنا تاني من الاول. فبلاش ان احنا نستسلم للعند والكبر، وان هو اللي غلطان لا هي اللي غلطانه، انت اللي مريض لا انت اللي تعبانه في دماغك. لان ده احيانا كتير بيحصل قوي ان احنا نعند قصاد بعض ونقلب المركب على دماغنا وعلى دماغ اللي قدام. بالذات الرجاله في الموضوع ده بيعندوا قوي قوي قوي، يعني صعب عليهم جدا انهم يعترفوا ان هم محتاجين مساعده. فنروح قبل سيرابي لطرف ثالث بتواضع وبرغبه في التعلم وبرغبه في مراجعه الذات، وان احنا نحط اهدافنا. ما اجريش بقى اعرف واحده تانيه، وما اجريش اروح اتجوز جوازه تانيه واخرب الدنيا اكتر. بالظبط، لان ده له توابع. له توابع، ما هو انت يعني اللي بيشيل هتشيل الطين برضه، يعني ما اتجوز واحده ثانيه ما انا جبت لنفسي بدل مشكله جبت لنفسي مشكلتين. حاله يعني كانت مشكلتها ان هي خايفه، يعني هي قررت ان انا مش هديله علاقه تاني، خايفه ترجع تدي علاقه تاني عشان هي الامان. طب هو عارف عليكي واحده لا، طب هو اتكلم على ده زوج مثالي، طب ايه مشكلتك؟ مشكلتها كانت ان انا ما بلاقيهوش جنبي في وقت مرضي، ما بلاقيهوش في وقت مش عارف ايه، لكن هو وقت العلاقه عايزني بيلاقيني. فكانت عندها تداخل رهيب ما بين فكره انه يعني عشان انا بتكلم إن احنا بنتكلم دلوقتي في نقطه ايه، ان اوقات يبقى العزوف عن العلاقه سببها مثلا لا ده هو مش بيحترمني مش بيقدرني في العلاقه، لا ده في اسباب تانية خفيه ممكن ما تخطرش على بال اي راجل. امم. ففعلا كلامك مظبوط، لازم يروح معاه، لا هما الاثنين. وما ينفعش انا بلاقي ازواج لوحدها بتسعى لوحدها والست عناديه جدا. اوقات كتيره بلاقي الراجل الست بتروح لوحدها برضه وتقعد تسال وتيجي تستفسر وتيجي لك وتروح تاخد كورس وبتاع. بقول لهم ايه انتوا بتعملوا زي ما يكون كده الطرف الثاني تعبان وانت عماله تاخدي الدواء، ويقول لك خففيني وانت عماله تاخدي الدواء، ده بالظبط اللي بيحصل. لا هو هيخف وانت يعني هتتعبي اكتر من كتر اللي انت عماله تعمليه. فنتمنى فعلا ان الازواج يبقى عندهم خلفيه الاثنين ان انا لازم اسعى. وعلى فكره سعيده جدا ان احنا معانا ازواج كتير في النهارده في الحلقه، يعني انا خدت بالي اه ان ما شاء طبعا، الله اه يعني دي طبعا، ده حاجه شيء ايجابي كويسه. جدا، اهلا دي بيكم. حاجه كويسه جدا. وفي بنوته بتقول ايه التصرف السليم مع رجل لما بيكون ليه رغبه بيروح لزوجته، ولما هي اللي تطلب بيقول لها بس بقى كبرنا خلاص الحاجات دي راحت عليكي. نتخانق احيانا يا جماعه، التصرف السليم بيبقى ان احنا نتخانق، احنا ناخد موقف ان ده ما ينفعش، ده مش مقبول، نحط حدود. انه لما هو يجي ويبقى هو عايز علاقه بكلمه بقول له يعني انا عايزه يبقى معايا علاقه، انت يبقى معاك علاقه، نقعد مع بعض نتكلم. نتخانق دي مش معناها نغلط في بعض ولا نهين بعض، ولكن ايوه ايوه معناها ان احنا نحاول يعني. نبقى بناخد موقف، بناخد اه موقف، بناخد انا موقف انه بناخد موقف، ما بنستسلمش انه لا ده مش مقبول. انا عندي رغبات زي ما انت عندك رغبات، انا ليا حق زي ما انت ليا حق ليك حق. وانا بتبسط مثلا لما انت بتيجي تقول لي عايزك، بس ليه تكسر بقلبي وتكسر بخاطري؟ ولما تقول لي لما اجي اقول لك عايزاك تقول لي كبرنا. لا يعني انا من حقي ده، ونتكلم مع بعض ونحاول نوصل لحل. لو الموضوع ما اتحلش بالكلام مره واثنين وثلاثه، ساعتها بنبتدي ناخد موقف. طيب يعني ساعات ببقى بحس انه الازواج بتعمل كده او بتقول كده علشان تسمع من الست كلمه تحسسه قد ايه لا انت ما كبرتش، انت لسه صغير، انت مش عارفه ايه، انت ايه اللي هو بقى كلام ممكن. عن يعني. ممكن هي دي الفكره، ان كل ست هي اللي عارفه. اه يعني محتاجه فطنه كده وذكاء وتواصل مع الاخر، انه هل هو بيقول لي ده بايه؟ هل بيقول لي ده بدلع فهو عايزني صح اتحايل عليه شويه؟ في بعض الرجاله بتبقى عايزه صح حبه مجهود من الست، عايزه تحس انها مرغوبه، عايزه تحس بشويه اه اغراء، تحس ان هي الست اللي قدامهم مصممه وعندها رغبه قويه. في بعض الستات بتاخد ايوه الكلام ده على ان هو رفض، وتزعل وتتقهر صح وتشيل في نفسها وما ما صح تتعاملش اكتر، فما تشوفش ايه اللي ورا الكلام. فقدرتنا برضو على ان احنا نجرب. نشوف ورا الكلام مهمه. طب لو انا مش عارفه اشوف اللي ورا الكلام، اسال. اسال اتكلم معاه، اه اقول له انا ايوه بزعل صح لما انت بتقولي كذا صح كذا كذا. ساعتها انت بتبقى هو محتاج ممكن ايه. يقول لي انا بس ببقى عايزك اه بالظبط، ببقى عايزك مثلا تحايلي عليا شويه، ببقى بنكشك، ببقى مش عارفه ايه. لازم نتكلم، نتكلم، يعني صح بلاش نزعل ونحط في نفسنا ونسكت يعني. صح. انما لو هو رفضها فعلا رفض تام، هي جربت تعمل معاه كده ورفضها رفض تام، هنا بقى نعمل الخناقه اللي انت قلتي عليها فعلا. هو انا لما بقول خناقه انا بهزر معاكم، يعني الخناقه هنا مش لا معناها انا مش اهانه قصدي ولا خناقه، غلط مش ولا قصدي شتيمه برضه ولا خناقه اللي تجاهل. هو لان الزعيق والعند والخناقه ما بيجيبش نتيجه، انا قصدي الخناقه انا برضه اه بالمعنى ان احنا المرح اللي انت نتكلم، قلتيه. ناخد اه موقف اه. يعني، ناخد موقف. طيب الاستمتاع زي ما هو عايز فقط وبطريقته كما يحب وانت مالكيش ان انت يعني هو عايز يستمتع بالطريقه اللي انا عايزها بس. اي طلبات للزوجه م- الموضوع مرفوض تماما.
نفس إجابة السؤال الأولاني، أتكلم صح. وأطلب وأصارح وأواجه وأعيط وأزعل وأقول إني زعلانة. لو ده ما حصلش فيه استجابة وما حصلش فيه تفاوض وأخد شكواكي بجد حقيقي، بناخد موقف. كتير جدا من الستات بتفضل تصر في قلبها وتتعامل كأن مفيش حاجة خالص وكأن ده العادي وكأن ده المفروض، فبتوصل للراجل نفس الرسالة بيوصلها لها، إن رغباتك مش مهمة واللي أنت عايزاه مش مهم، وإن هي كده كده هتعمل له اللي هو عايزه، فخلاص أوجع دماغي بيها ليه؟ فلما صح. بنقف مع نفسنا كده وقفة جدعنة ونعبر عن نفسنا ونعبر عن مشاعرنا، ده بيخلي التغيير ممكن. بس مم. برضو العلاقه ليها جزئين يا جماعه، يعني في راجل ما بيستجيبش، صح. فساعتها انا بقرر بقى اخد الموقف المناسب ليا. هو في راجل مش هيستجيب، مش بتاعتك بقى، هتعملي ايه؟ ممكن نروح لحد متخصص، ممكن نعمل كابل ثيرابي، ممكن نناقش كل الاحتمالات الممكنه وبعد كده ناخد القرار الانسب لينا. بس كنا اتكلمنا مش من يا ايه الاول قبل خالص بقول كده. ان مفيش فايده. مم. احنا مش بنوصل من الاول خالص، ما بناخدش قرار ان مفيش فايده من الاول خالص من غير ما نحاول، ولا بنحمل مسؤوليه نفسنا العلاقه كلها للاخر. يعني بنعمل وزنه كده ما بين الاثنين. تمام. كنت بقول لك حاجه، ان في ازواج بيبقى حاطط فريم للزوجه كده ان هي في مقام القديسه زي ما انت كنت قلتي لي قبل كده، فما عندوش استعداد ان الست تعمل اي فعل او اي حاجه علشان خاطر لا، انت محترمه، انت مؤدبه، انت انا بحبك كده، عندك حياء، ما تاخديش ما تعمليش اي حاجه. فاهمه؟ كنت قلت لي قبل كده النقطه دي لما كنت سالتك في معلومه. فالست الحاجه النقطه اللي انت ذكرتيها دي، هل ممكن فعلا تكون مأثره على الزوج ان هو مش عايزها تعمل اي حاجه وهو اللي عايز يعمل كل حاجه وبس؟ اه طبعا، اه طبعا. يعني في ازواج اه. كتير ما بيبقى عنده الانفصال ده ما بين فكره الست المحترمه والست الحمال. هو يبقى عنده ست محترمه هي اللي ما بتعملش حاجه، ما بترفعش صوتها، ما ملاش في العلاقه، فلو جت تلاقي مراته عندها القابليه دي والاقبال ده على الحياه اتخض. بس دي بتبقى مشكلته هو، يعني بتبقى مشكلته هو، او الست بتتكلموا فيها، بتواجهوا فيها، بتتناقش معاه فيها. بس هو يعني محتاج يكبر شويه، يعني يكبر شويه. تمام. كان في بنوته بتقول ازاي استمتع بطريقتي انا واسيب الطرف الاخر. انا ما اعتقدش ان انت قلتي ده، يعني انا هي ما ذكرتش ده خالص. ايه السؤال ده؟ مش فاهماه. مش يعني مش عارفه، فاهمه هي السؤال. بتقول يا العلاقه ريت تسالني العلاقه سؤال بين كده. ما اعرفش، هي بتقول ازاي استمتع بطريقتي واسيب الطرف الاخر. فهي اكيد تسيبي لا، هي مين؟ تسيبي مين؟ ما تطنشه، هي عايزه تستمتع بطريقتها باسلوبها، هي ممكن تكون فهمت كلامي غلط، لكن هي قصدها لا، ان احنا الاثنين بنستمتع مع بعض. ممكن. يعني انا اه. بستمتع يعني بعرف طريقتي آه. وبحاول اوصلها للطرف الاخر، صح. بحيث يبقى في تبادل، تبقى العلاقه تبادليه، مش طرف واحد هو اللي بيفرض طريقته على الطرف الاخر ويبدي العلاقه لاحساس، يحس بالقهر ويحس ان بيتم استخدامه، او ان يحس بالوحده وان هو نايم مع دميه. صح. فاحنا بنعرف طريقتنا وبنعرف اللي بنحبه عشان خاطر نشاركه مع الطرف الاخر. فالعلاقه الجنسيه علاقه تشارك. صح. بنوته بتقول طيب، اتكلمتي ان على الزوجه اللي بتتكسف. طيب لو الزوج هو اللي اتربى في بيئه منغلقه جدا ما فيهاش اي اناث، وفعلا منغلق جدا وبيتكسف جدا، وانا منفتحه وبحب الحياه معاه، هتعمل ايه بقى؟ ازاي تعمل المزيج ده؟ نفس اللي قلناه على الزوج المنغلق، احنا برضو بنبقى فيه تعاطف، بيبقى فيه تقدير لنفسيه الشخص اللي معايا، اللي هو جاي منين، تربيته عامله ازاي، وبنحاول نفتح الموضوع معاه واحده واحده ونشده ان هو يبتدي يعمل حاجات مقبوله بالنسبه له، ونجرب حاجات مع بعض واحده واحده سنه سنه. المشكله هنا ان كتير من الستات ما بتتقبلش انها تلعب الدور ده، يعني هي بتبقى شايفه انها خلاص عامله اللي عليها، انها منفتحه وزوجها منغلق، فبتشوف ده شيء غريب وشاذ ومش مقبول ومزعج. لان ده عكس المتوقع، عكس اللي اه. احنا بنبقى مسستمين دماغنا عليه، ان الزوج هو مم. اللي يبقى مبادر. بس لو انا عايزه افضل مكمله معاه، بتعاطف معاه، بعرف هو جاي منين، وفي نفس الوقت بحاول انا ابتدي اطلب اللي انا عايزاه، اتكلم معاه واحده واحده بثقه في نفسي، وان ده حقي، وان تعالى طيب اما نشوف، تعالى اما نعمل. وطبعا على الزوج هنا انه ما يبداش يهين زوجته ولا يوصمها، لانه ده مم. بيبقى عائق كبير قوي، ان الزوج يفضل يهين بقى زوجته ويوصمها انها ست مش كويسه، وانها ست مش مؤدبه، وان ازاي بتعمل كده، وان ازاي بتفكر كده. ده شيء بيعطل قوي التواصل. صح. طيب، سؤال بيسأل 3 بنات ورا بعض كده سألوا هو ايه اسباب البرود الجنسي؟ في حاجه اسمها برود جنسي، صح. ده مش ذاتس نوت ثينج، ده مش تشخيص، مش حاجه. يعني ينحط بقى السؤال ده، يتحط مثلا تحت بند الفتور مثلا اللي بيحصل في العلاقه، او هي حاسه ان هي مش بتحب، مش عايزه، انا ما عنديش الاحتياج. جت واحده او بتقول لي انا لو قعدت شهر من غير ما يحصل علاقه ما بحسش ان انا عندي اقبال عليها، ما بفتكرهاش. هنا هم بنشوف بيحطوا ده المشكله تحت فين. مسمى البرود الجنسي، هم ده بيحطوه تحت مسمى مفيش حاجه البرود اسمها الجنسي. برود، مفيش حاجه اسمها فعلا. برود. فهي فعلا. الفكره، انا لو قعدت شهر ما خطرش على بالي العلاقه الجنسيه، طيب فين المشكله هنا؟ بنشوف المشكله عشان فين ونحاول. مم. كملي. اه. فمش عايزه جنس، خلاص مش عايزه جنس. المشكله هنا غالبا بتحصل في تفاوت الرغبه الجنسيه ما بين الزوجين. صح. فساعتها، او ان انا ابقى مفتقده الاحساس ان انا يبقى عندي رغبه ويبقى عندي شغف وابقى دلوعه زي الاول. فساعتها بنقعد صح. مع نفسنا كده ونشوف ايه اللي اتغير. طيب لو مفيش حاجه اتغيرت وده اصلا طبيعتي وده اصلا اسلوبي، شوف ازاي يبقى في تحفيز لنفسي اكتر. يعني بركز على الحاجات اللي تبسطني وازاي احطها في حياتي، وازاي احطها في جدولي، وازاي احطها في اولوياتي. طب لو انا عندي مشاكل نفسيه بروح لدكتور نفسي، لو في مشاكل في العلاقه بنحل العلاقه، لو في مشاكل في المتعه بندور على المتعه. فالموضوع ما فيش حاجه في المطلق كده اسمها برود جنسي، ولا في حاجه في المطلق بتقول ان انا لو قعدت شهر مش عايزه علاقه يبقى عندي مشكله. لا، المشكله مثلا غالبا إن جوزي بيبقى مش عايز وانا مش عايزه،
طيب في هنا مشكله ما بيننا. مم. في اختلاف الاحتياجات قصدك ايه، ولا مشكله ما بيننا اختلاف ايه؟ اختلاف اه الاحتياجات، يعني اه. مبدئيا كده من فوق الوش. المشكله مثلا ان حد عايز كل يوم وحد عايز مره كل شهر. طب ده امم. نبتدي نتعامل معاه ازاي؟ ايوه، هي سؤال دي مهم الفكره، برضه. بنمسكها من هنا، مش من ان مين فينا عنده برود وده ايه اسبابه. صح. والنقطه دي انت ذكرتيها في الاول، وقلتي ان انا احط الجنس اولويه وافكر فيه وابدا اديله اهتمام، فهتبدا ان هي الموضوع زي ما انت قلتي مش هيجي كده، فهي مش هتبقى حاسه انه عبء مم. عليها، فهتبدا ان هي فعلا تتجاوب معاه. طيب ولو عندي مشكله اروح لحد متخصص، يعني طبعا. احيانا الموضوع ده بيبقى له اعماق، بيبقى له اعماق يعني. طبعا البنات بتطلب لقاء تاني، وانا بصراحه انا عايزه اقول لكم يا جماعه انا بحب الدكتوره جدا جدا. انا ربنا اتقابلت يخليك. معاها مره، واتكلمنا شويه صغيرين كده، وبعد كده بصراحه دخلت قلبي يعني. ربنا يخليك. ربنا يبارك لك يا حبيبتي. من الناس اللي بصراحه بجد والله مش مجامله، عندك قبول كبير جدا ما شاء الله عليكي، يعني بيدخل قلبي كده. من ذوقك. ربنا يبارك لك. طيب زوجي السؤال ده كنا لسه هنساله، ايه بتقول لك زوجي بيحب التخيلات الشاذه اثناء العلاقه ولا يستمتع الا بها وانا مستحرماها، ازاي اخليه يبطلها؟ يعني ايه تخيلات شاذه؟ تتخيل ان في ست معاها تانية جوه العلاقه، نتخيل ان راجل تاني معايا جوه العلاقه، يذكر اسم حد من صحابها، يذكر اسم حد اهلها، وهكذا. طيب مهم جدا 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 ان انا ما اعملش حاجه انا مش قابلاها او عامله لي مشكله نفسيه او مشكله دينيه او مشكله قيميه. في نفس الوقت مهم جدا برضو اراجع المشكله دي سببها ايه، بمعنى انه احيانا كتير احنا بنخلط ما بين الحقيقه وما بين الخيال. احيانا ما بمعنى. بيبقاش ضار لما نبقى، يعني احيانا مش بيبقى ضار لما يبقى في خيالات بشيء مش مقبول ان هو يتنفذ في الحقيقه. يعني في ناس مثلا ممكن تتخيل ان معاهم حد تالت، او ناس تتخيل ان هم بيعملوا علاقه جنسيه في مكان مفتوح. الخيال حاجه والحقيقه مم. حاجه تانيه. يعني في حاجه اسمها ذا بادي بارير، هو اللي بيحدد هل الفعل ده فعلا فعل حرام او مجرم او مش مقبول اجتماعيا ولا لا. مم. ولكن الخيال بس والكلام ممكن مم. يكون آه، مش شيء شاذ يعني او شيء مؤذي. فاحنا محتاجين نسال نفسنا الاول هو الاذى جاي منين، فنبتدي نعالجه. لانه الخيال في حد ذاته مفيش مشكله. يعني يعني انا خلينا. بتخيل، لا، اه. انا طول الوقت بقول خلينا. يا جماعه بلاش تحاكموا الخيال، بلاش اه. تحاكموا الخيال. يعني مش معنى ان الشخص بيتخيل حاجه الخيال انه اولا هيعملها فعلا في والفانتازيا الحقيقه. بتدي روح للعلاقه، بس في ليها شروط. صح. هي ليها يعني. شروط، اه. شروطها قبول الطرفين. صح. قبول الطرفين، ما بقاش مجبره على حاجه محسساني بالقرف او محسساني بالاستياء. قبول الطرفين بيبقى مهم جدا جدا جدا. مهم ان انا ما اعملش حاجه انا مش قابلاها. المهم في نفس الوقت ان انا اسال نفسي انا مش قابلاها ليه والضرر واقع منين. لانه احيانا بيبقى عدم قبولها بسبب حكم ان ده شيء شاذ، ان ده شيء غريب، ان ده شيء مقرف، ان ده شيء حرام. بس انا لو جيت شفت هل فعلا حقيقي اللي بيحصل ده فيه شيء حرام او فيه شيء شاذ، زي لو ما هو في واقف ناس على الخيال. اه لا، يعني زي ما في يعني ناس لو هو بالنسبه واقف لها على الفانتازيا الخيال ان بس. التخيلات الخاصه اتخيل اللي هو الشخصيات، الممرضه، الدكتوره، السكرتيره، في ناس بتبقى شايفه ان ده حرام وغلط وما اعرفش ايه. لا، هو ممكن يكون اه عادي جدا، اه فده ده يعني تفسير بالظبط. م. فانا ما بغصبش نفسي ان انا اعمل حاجه انا مجبره عليها. دي برضو رساله للزوج، اوعى تغصب زوجتك انها تعمل حاجه هي مش راضيه عنها. لان اللي بيعمل حاجه مش راضي عنها بيكرهها. حتى لو في امكانيه ان تتصالح معاها بعد كده، بفقد الامكانيه دي لو اجبرت نفسي عليها، او لو انت كزوج اجبرت زوجتك عليها. لكن واحده واحده طيب. بنتكلم، بنتناقش، بنتفاهم، نشوف ايه مخاوفنا، ايه الضرر اللي جاي علينا من ده، ونشوف لو نقدر نتعامل معاه ونوصل لحل وسط. طيب بس. مش كل يا جماعه الناس اللي عندها خيالات جنسيه معناها انها ممكن تنفذها في الحقيقه. لا، الحقيقه ده شيء تاني خالص، شيء تاني خالص خالص. يعني ده ليفل تاني خالص، بيوصل لليفل بقى مسؤوليات قانونيه ودينيه واجتماعيه وامراض منقوله جنسيا ومشاكل كبيره ضخمه حقيقيه واقعيه. لكن مجرد الخيال احنا ممكن نستمتع بالخيال ما دام ملوش اضرار. طيب بس خلينا متفقين ان تخيل ست، يعني في ازواج بيلغي زوجته تماما جوه العلاقه هي، ويناديها باسم واحده تانية، وواحده تانية ممكن تكون صاحبتها، ممكن تبقى زميلته في الشغل، ممكن تبقى امها، ممكن تبقى اختها، فده شيء طبعا لا، غير مقبول بالمره، يعني ما فيهوش نقاش هو اصلا. انها. عشان كده الست لازم تبقى جدعه مع نفسها، ما توافقش بحاجه صح. صح هتسبب كده. لها اذى نفسي. صح. يعني انت ما توافقيش بحاجه تسبب لك اذى نفسي، ما توافقيش بحاجه تخليكي فكره مش ان انا مرتاحه، اتخيل ان حاسه راجل انك موجود في مقروفه. العلاقه، لا لا، في حاجات كده خط احمر كده والله موجود. في ستات بتتقبل ده وما بيبقاش عامل لهم اضرار. يعني احنا مش عايزين برضو نصادر على حق الناس انهم يتبسطوا بطريقتهم. يعني في ناس ممكن تتبسط بده وما يبقاش عامل له اضرار ما دام هي مطمنه ان ده عمره ما هيبقى حقيقي، عمره ما هيبقى موجود في الحقيقه، عمره ما هينتقل لحاجه تانية. ممكن، بس اصل في الاول وفي الاخر خيال. الحرام حرام يا تسنيم، صح، بس في فرق كبير قوي ما بين الحرام الفعلي والحرام في الخيال. يعني انا لو ماسكه كوبايه ميه وقاعده عامله نفسي وبشرب لا، خمره بس وبسكر بس وبسهل، آية. انا خيال. بس لو بس جبت خمره بجد تبقى حرام. بس ما ندخلش نفسنا في، يعني عارفه اللي هو ايه، ما نحطش نفسنا في الفتنه، يعني بجد، لان الموضوع لما هي بتبدا آه، تستسهله معاه، بنقع في حاجات اكبر بكتير. وبعدين لو انا بصي، مش احنا مش اهل للفتوى، يعني انا مش هفتي، بس انا بصي كتغريد انا 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 محترمها جدا. بصي انا بصي يا كتغريد تغريد، شخصيا من انا ما انا يعني. بفتيش. اه. انا ما بفتيش
خالص خالص. ولكن انا طول الوقت مع ان الانسان ما يكسرش قيمه الشخصيه، بس في فرق ما بين ان انا اكسر قيمي واعمل حاجه غصب عني، واكسر حاجه انا يعني رافضاها. وفي فرق ان انا اه ابقى قاعده طول الوقت متلبشه ورافضه افكر ورافضه اي حاجه جديده، وان انا ابقى متخيله ان مجرد ما نفكر في الحاجه معنى كده ان احنا عملناها. ده مش حقيقي يا جماعه، اه في مليون خطوه ومليون حاجز ما بين الفكره وما بين الخيال وما بين الحقيقه. يعني انا لو مثلا، انا زي ما انت بتقولي الرول بلاي، انا جوزي تخيل ان انا الممرضه وهو الدكتور، هل مش معنى حاجه، كده ان لا جوزي اول ما عادي. هيروح مستشفى هيروح ينام مع لا الممرضه؟ لا لا، ما هو طبعا. هي دي نفس الفكره بس لو حطيتي، التخيلات. لو مديتي الخط على استقامته. ما هي احنا بنخاف اه من التخيلات اللي مش مقبوله بالنسبه لنا. ليه؟ لان احنا بنتخيل ان انا مثلا لو تخيلت ان في راجل تاني معانا في العلاقه، بعد كده الاقي جايب لي راجل معاه وهو جاي. لا، هي ما بتبقاش كده على فكره. يعني لا، في خطوات كتير ما بين ده وده، وفي درجات كتير ما بين ده وده، ومش شرط ان الانسان تخيل ده مره ان هيعمله فعلا. زي مثلا مش شرط ان انا تخيلت جوزي عمل نفسه وعامل ديليفري وانا دخلته وعملت معاه علاقه ان عامل الديليفري الجاي هنام معاه. لا، مش بس كده. هما هي الاثنين مع هي بعض يا مش آية، كده. هما الاثنين كشخصيات ما بيسموش اشخاص تانية، ما بيتخيلوش حد تاني معاهم. لكن الفكره اللي والله هي دي ان بقى احنا حاجه ترجع، اه دي حاجه ترجع لكل كابل، وترجع لكل اه انسان ورغباته وحدوده وتخيلاته، والمقبول ليه والمقبول ليه. اللي مش مقبول ليه، الفكره اللي انا عايزه اوصلها هما حاجتين، هي رساله مكونه من جزئين. اول حاجه، ما بنعملش حاجه غصب عننا ابدا، لان عملنا حاجه غصب عننا هنكره نفسنا وهنكره الراجل اللي معانا. والراجل هكذا، ما بتعملش حاجه غصب عنك، لانك لو عملت حاجه غصب عنك كنت شايفها حرام او مقرفه او ضد قيمك، هتكره نفسك وهتكره الست اللي معاك. فلا تغصبها ولا تغصب نفسك، ولا تغصبيه ولا تغصبي نفسك. تاني حاجه، ان احنا بنراجع مخاوفنا ونشوف منها ايه الحقيقي وايه اللي ممكن احنا نبقى مكبرينه. الخيال مش معناه خالص الحقيقه. تخيل حاجه والحقيقه حاجه. انا لما ببقى قاعده على السرير كده ممكن اتخيل نفسي اشتغلت رقاصه، بقيت اشهر ممثله، سرقت كارفور، رحت سرقت بنك. مش هروح أسرق. يعني الواقع في حاجز، في حاجز اسمه حاجز الواقع. احنا عندنا مشكله في حياتنا وفي مجتمعاتنا كتيره قوي، ان احنا مش عندنا الحاجز ده ما بين تفكيرنا وخيالنا وما بين الواقع. عندنا نوع كده من تمام. انواع التفكير السحري، بنبقى متخيلين اي حاجه هنتخيلها او هنفكر فيها هنقع في خطر ان احنا ننفذها. لا يا جماعه، ده تمام. مش حقيقي. صحيح ده مخيف، بس بيحتاج شويه ثقه في النفس، ان الانسان يبقى عارف ان خياله مش هو الحقيقه. طيب في بنات ردت، ففي حد كاتب ان الاحكام دي غير مريحه. لا يا سهيله، كل واحد ليه معتقداته زي ما هي قالت، كل واحد ليه فكره. زي ما انا مش شايفه في حاجات مقبوله بالنسبه لي وحاجات مش مقبوله، هم بالنسبه لهم في حاجات مش مقبوله تماما، في حاجات لا مقبوله شويه. فنبدا يا ريت ان يعني نتقبل بعض في الموضوعات. وبالنسبه للبنوته اللي بتسال لا هيبدا يطبق ده مع الغير. لا هي برضه ردت وقالت ان هو مش هيحب لا الممرضه ولا السكرتيره شفتي وفعلا ولا شفتي احنا تتبع لو مدينا الخط على استقامته، هتيجي بقى ولا تتعلمي الكورس اللي تتبع هو اعمله خطوات اول ليله ستات. الشيطان. وانا مع فكره برضو ولا تتبع خطوات الشيطان، والانسان يحاسب على نيته. فانا مع يعني الموضوع بصي مش هندخل لان هنتخانق كلنا دلوقتي. فخلينا نطلع من السؤال ده. مش هنتخانق، مش زي هنتجادل، بصوا يعني بصوا مش يا هنتجادل جماعه. ومش هنتخانق. هي زي ما قلت اه لك، هي زي ما قلت لك يا تغريد، احنا ما بنحكمش على الناس وما بنحددش للناس تتبسط بايه وما تتبسطش بايه. الناس هي اللي بتحدد، كل حد بيحدد قيمه، اخلاقه، طريقته، واللي ينفع له واللي ما ينفعلوش. بناخد بس فكره قاعدتين مهمين قوي. القاعده، ما بعملش حاجه غصب عني، ما بعملش حاجه ضد قيمي، ما بعملش حاجه ضد اخلاقي، ما بعملش حاجه رافضاها. مش لازم بقى اعمم ده كل. تاني مم. حاجه، ان الخيال مش حقيقه والحقيقه مش خيال. فده طيب بيدينا براح اكتر ان احنا نستمتع بالخيال طول ما هو مقبول لينا. بس كده ننهي بقى ومش النقاش. خارج عن حدود القيم والمعتقدات بتاعتنا والدين بتاعنا. طيب بصي في سؤالين عشان نقفل، علشان الساعه بقت 11 ونص برضه عشان ما اخركيش. في ناس بتقول لك هو كمعتقد بقى انه الخط العريض كده اللي هو ايه، المفروض كمعدل العلاقه اسبوعيا قد ايه، ومعدل العلاقه في اليوم قد ايه وكده. فطبعا اللي هو انت فاهمه قصدي، اللي هي فاكره انه ده ليه معدل او ده ليه وقت محدد، او فهي كانت بتسال السؤال ده يعني عشان تفهم. مفيش معدل، مفيش معدل. مفيش معدل واحد يطبق على كل الناس. اهم حاجه الاثنين يبقوا مبسوطين مع بعض، ويبقوا مرتاحين وحاسين ان في تواصل جسدي وجنسي ورغباتهم محققه. لكن هل في معدل نرسمه، يعني نرسمه كده على كل الناس كم مره في الاسبوع والمره قد ايه؟ لا، مفيش. طيب اخر سؤال كان بيقول، هو كان قدامي هنا، بسم الله الرحمن الرحيم. انا مطلقه واعاني من احتياج جسدي شديد. فكانت بتسال ايه اللي ممكن تعمله مع اللي نفسها، يعني مش قصدها حاجه غلط، يعني ان هي بالحياه يعني عامه عشان تقدر ان هي تخفف التفكير في الاحتياج ده. وبتسال لو في ادويه او حاجه ممكن تقلل الاحتياج ده. في ادويه، في ادويه، بس محتاجه تروحي لدكتور نفسي يقيم احتياجك للادويه ومميزاتها وعيوبها، لان كل الادويه ليها اعراض جانبيه. هي غالبا بتبقى ادويه اكتئاب او ادويه مهدئه، بيبقى ليها طبعا اعراض جانبيه، فممكن ابقى محتاجاها وممكن ابقى مش محتاجاها. بس موضوع عامل زي يعني زي ايه، زي ان انا ابقى محتاجه اكل حاجه حلوه. ده طبيعي، ده احساس طبيعي. يعني ان انا مطلقه وعندي رغبه مش معنى هي كده ان تقبل انا احتياجها همل. الاول، ما ما هي تتخضش منه. صح كده يعني، بس بالظبط، تقبل ده طبيعي، احتياجها ده وما طبيعي يبقى عندك، تتخضش منه، فتبدا ان هي تتعامل مع جسمها طبيعي، عشان طبيعي بطريقه. طبعا يبقى عندك رغبه جنسيه. وطبيعي انك تشوفي وسائل او مصادر انك تعملي ده بشكل مقبول ليكي، تتجوزي تاني بشكل مقبول ليكي. ممكن تدوري على عريس مناسب، ممكن يبقى فيه العاده السريه لو هي مقبوله ليكي نفسيا.
لو الموضوع بقى ضاغط عليكي جدا روحي لحد متخصص يوازن معاكي الامور، لان القرار مش سهل. يعني انا مش اي حد بيجي يقول لي انا عندي رغبه جنسيه عاليه بقول له خد العلاج، لا الموضوع مش بالسهوله دي. طيب معلش يا ايه سؤال بس يعني استوقفني، هل عشان برضو ان انا اروح للعاده السريه بارادتي فهبقى مدمناها فهبدا بعد كده ما بقاش مقبله على زوج، ما احنا برضو احنا بنرجع احنا بنعمل مشكله اكبر، ولا لا ان انا لا ابدا لا اشغل لا وقتي وحياتي؟ لان انت بتقولي بصي يا ذكرت ان في ناس هتاخد الموضوع من كلامك، انا فاهمه انت قصده ايه، بس في ناس هتاخد الموضوع ايه ده انت بتحسينا ان احنا نعمل عاده سريه، فاهمه؟ والله اللي عايز يعمل عاده سريه يعملها، انا مش شيخه ولا رقيبه ولا انا مامتكم ولا انا بفتي بحلال وحرام، انا بكلمكم من منظور طبي. طبيا العاده السريه مش مضره، مش مضره ونفسيا ولا مضره صحيا، ولا اي حد ارجع بيعمل عاده بينا سريه يا بيدمنها. ايه، بس لا ليه؟ ده طب ما احنا لسه ده مش كنا مثبت بنتكلم ان علميا. في ازواج، لسه بنتكلم ان في ازواج بيروحوا للعاده السريه وبيهملوا زوجاتهم، وفي ستات بتيجي تقول لك انا صح بس دول بستمتع بطريقه معينه ومش عارفه استمتع مع زوجي عشان انا يعني مدمنه العاده السريه، يعني بس ليا طريقه معينه، فده ايه اللي يخليه بقى؟ والله سؤال عادي مش يعني مجرد ان لان في انا بسمع الكلام ده. طيب زينب ردت رد حلو قوي، قالت لك الادمان وحش بس العاده السريه مش وحشه. يعني الادمان يبقى مش معنى كده، طب ماشي يعني هسمعك الاول طيب. هي مش ادمان في طبيعتها، باي ناتشر مش ادمان. الابحاث العلميه، وانا يا جماعه بتكلم من منطلق طبي، انا طبيبه ومتخصصه في العلاج الجنسي والعلاج النفسي، مش متخصصه في الدين ولا في الافتاء. كطبيبه بقول للناس ما تعملوش حاجه ضد قيمكم وضد مبادئكم، لانه علميا مش عشان انا خايفه منكم مثلا، ولا عشان خايفه الدكتوره تقول دي بتحس على الفسق والفجور مع ان دي تهمه ترعب، بس مش عشان كده والله. انا باكد طول الوقت على انه القيم مهمه، لانه علميا ونفسيا وطبيا الابحاث اثبتت ان لما الانسان بيخترق قيمه بيمرض، بيتعب، بيحس باذى نفسي وبيحس بكره لنفسه وبيخش في خناقه مع نفسه وبيقع بقى في الذنب والخزي ومشاكل نفسيه كبيره جدا من فكره المورال تروما، ان انا عملت حاجه ضد قيمي وانتهكت حاجه مهمه بالنسبه لي. فانا باكد عليكم ان قيمنا سواء الاخلاقيه او الدينيه مهمه بنتبعها، ولكن القيم يا جماعه قيم شخصيه. يعني كل حد فينا بيشوف هو مصدق في ايه ومش مصدق في ايه، الحلال بالنسبه له ازاي والحرام بالنسبه له ازاي، ايه اللي هو عايز يتبناه وايه اللي مش عايز يتبناه، مش حاجه واحده بنفرضها على الناس كلها بالعافيه. تاني حاجه انه طبيا برضو وعلميا، زي ما قلنا ان طبيا وعلميا القيم مهمه، طبيا وعلميا العاده السريه مش مضره. اغلب البشر ستات ورجاله بيمارسوا العاده السريه، تقريبا النسبه كانت 90% او 80% من الرجاله، ونسبه اقل من الستات 50% تقريبا بيمارسوا العاده السريه. هل النسبه دي كلها بيبقى فيهم ناس مدمنين؟ لا طبعا، نسبه الادمان تبقى مصحوبه بمشاكل نفسيه اخرى. يعني الراجل اللي بيستسهل العاده السريه ما بينامش مع مراته، ده مش عشان هو كان بيعمل عاده سريه وهو صغير، عشان هو عنده مشاكل، عنده مشاكل نفسيه وعنده مشاكل تنمويه وعنده مشاكل في الحميميه، وعشان ممكن يبقى اناني، ممكن يبقى ما اتعلمش الحميميه، ممكن يبقى مكسل، ممكن يبقى عايز يحبط، لكن مش ده التطور الطبيعي لاي حد بيعمل عاده سريه. ده التطور الباثولوجي مش التطور الهيلثي، التطور اللي فيه مشكله. لكن مش اي حد يعمل عاده سريه بيدمنها ويتعود عليها ويسيب الشريك، لا، لان وجود الشريك يا جماعه في حياتنا اكبر من ان هو بيدينا الاورجازم بس، اكبر من ان هو بيوصلنا للنشوه الجنسيه بس. في انسان، في تواصل، في حب، في اجساد بتتلاقى، في احضان، في حميميه. احنا ما بنستبدلش كل ده بان انا مجرد بحصل على الاورجازم وخلاص. اللي بيستبدل كل ده ان هو يوصل للاورجازم وخلاص ده عنده مشكله، ده عنده مشكله حقيقيه وده بيتعالج. خالص يا ايه عشان ده مهم قوي. بتقول اوقات في العلاقه بنوصل يعني بيبقى ليها يعني مثلا ربع ساعه تلت ساعه ايا كان، وفي اوقات ما بنكملش فيها دقائق، فانا بتوتر وبحس ان ايه بقى سبب ان اوقات بنطول واوقات لا، واوقات يبقى في اقبال واوقات لا. طبيعي بس ده اخر طبيعي سؤال يعني. وهنختم على كده. النورمال فلكتويشن ده يا جميل طبيعي خالص، ان اوقات هبقى كده واوقات هبقى كده حسب الحاله المزاجيه والصحيه ودرجه الاثاره وكل الكلام ده. ده طبيعي خالص ان بيبقى فيه تغيير، ما بنبصش، ما بنقيسش، ما بنقيمش ان انا ممكن اقعد نص ساعه وما اتبسطش، ممكن اقعد 10 دقائق واتبسط. ففكره ان احنا اوقات بنقعد دقائق واوقات بنقعد ربع ساعه ده طبيعي. يعني ما فيش، احنا مش مكن، طبيعي خالص، ما فيهاش مشكله. انت ممكن بقى انت تبتدي تلاحظي مع نفسك ايه اللي مزعلك، اللي مضايقك، امتى بتتبسطي امتى بتتبسطيش، بتتبسطي بايه اكتر، إيه اللي لما بيحصل بتتبسطي بيه، إيه اللي ما بيحصلش، ايه اللي لما بيحصل بتتضايقي منه، بتتبسطي اكتر لما تقعدي 5 دقائق ولا تقعدي 15 دقيقه. ده شيء شخصي بقى. لكن هل طبيعي ان العلاقه يبقى وقتها مختلف؟ اه طبيعي، احنا مش تمام. مكن. وده اللي انت قلتيه في الاول ان الستات ندى بتتوتر بتقول وبتقلق ايه؟ ندى بتقول ايه؟ ايه ملهاش علاقه بحلال وحرام خالص. ندى بتقول ايه ملهاش علاقه بحلال وحرام خالص. يا جماعه ماليش علاقه بحلال وحرام خالص. انا كل اللي احنا ليا ما اقول لكم يا جماعه دخلناش. اللي تعتبروه حرام بلاش تعملوه. انا ما احنا برضو ما اتكلمناش في حلال وحرام، اول ما لقيت ان في الكومنتات هنبدا نتخانق، انا قلت لكم يا جماعه كل واحد ليه قيمه ومبادئه زي ما ايه قالت. فالموضوع انا فهمت ايه. بصوا يعني انا ما كانش ردي عليكي برضو يا ايه ان انا اهاجمك، انا عارفه وفاهمه انت قصدك ايه بالظبط، لكن انا رديت عليكي باللي بيتقال من اللي انا بسمعه، فاهمه؟ بس فبناء عليه قلت لك واحد اتنين تلاته اربعه، فاهمه؟ اسراء بتقول لو العاده السريه ملهاش اضرار ما كانش حد غلب ولا فكرنا في الجواز. لا معلش يا اسراء، الجواز اكبر بكتير من الوصول للنشوه الجنسيه يعني. لا الجواز اكبر بكتير من كده يا حبيبتي، اكبر بكتير 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 من كده. ممكن يعني كل تكتبي الناس سؤالك بره تاني؟ اصلا بتعمل عاده سريه. مم. يعني آه
ايوه ده جزء بس مش الجزء الوحيد يعني. هي علميا وطبيا ملهاش اضرار، واقري راجعوا ورايا يعني، انا ما بزعلش ورايا علميا وطبيا. لكن دينيا طبعا انا طول الوقت بقول يا جماعه بلاش نعمل حاجه شايفينها حرام، بلاش نعمل حاجه شايفينها عيب، بلاش نعمل حاجه لو عملناها نشوف نفسنا وحشين، عشان ده هيأذينا نفسيا جدا. صح. دينا، انا مش هو حقيقي انا ما لقيتش السؤال بتاعك. فما هو يا ياسمين والله أنا مش لاقياه، فهي ممكن بس تاخدوا كوبي تبعته لنا تاني سريعا ونشوف. انا عماله افر في الكومنتات عشان الاقيه. استاذة اه. تغريد هي كانت بتسأل ان زوجها تزوج عليها، آه. وكان في سؤال يعني مهم، ومن بعد الزواج على طول ما بقاش يعني بقاش في علاقة زي ما كان قبل ما يتزوج. هي مش عارفة ايه الحل. اه. ايه رد عليها. آه بصي يا دينا، انا اسفه ليكي جدا انك بتمري بده، لان ده شيء مؤلم جدا جدا جدا، واي ست مكانك هتبقى حاسه بألم رهيب ومشكله رهيبه. فده رفض، انت بتعرضي الرفض من زوجك، هو مش عايزك. فعايزين علاج لايه؟ عايزين حل في ايه؟ عايزاه يعوزك بالعافيه؟ ده صعب قوي. يعني انا اسفه ليكي جدا بقول ده، عارفه انه ممكن يبقى رد قاسي، وانك متعشمه ان انا اقول لك حل، بس انا مش عارفه ايه الحل في انسان مش عايزني. طب اعمل ايه؟ مش عايزك، من انا اسفه، مش معنى كده ان انت اللي فيكي حاجه حتى ما غلط يعني. تاخدش بس الخطوه انها تتكلم معايا ايه. هي طبعا بتتكلم معايا، بس هي قالت انها بتتكلم معايا كتير. مم. هي قالت انا بتكلم معاه كتير، بس طبعا اتكلمي معايا واتكلمي معاه مره واثنين وثلاثه. بس مشاعرك الاول، يعني انا حطيت نفسي مكانك، حسيت بألم نفسي شديد جدا 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 يعني. لانه هي بتتكلم معاه اوريدي، فبيقول لها انا عجزت انا مش عايزك، وبيروح للتانيه بيعمل معاها. فده حاله رفض يعني، ده انا شايفاها كده. فانت ممكن تتكلمي معاه طبعا، بس ده هيمؤلم برضه يعني. انا اسفه ليكي، الوضع سيء يعني. الله المستعان. انا سعيده جدا بيكي يا ايه، ربنا يبارك فيك يا رب، واللقاء كان لطيف ولذيذ. بس كذا حد سال على تشنج المهبلي، فمعلش اديهم معلومه سريعه قبل ما اقفل عشان ده اخر خلاص يعني، هنقفل بعد كده. هو ما عندوش رغبه فيها هي، وعنده رغبه في التانيه يعني. هي قالت كده، وقالت ان هي كلمته كذا مره، و بعد ما اتجوز عليا بقى يعمل العلاقه بالعافيه، يقول لي تعبان ويقول ان عاجز، وقت ما يعمل العلاقه بيعملها من غير نفس وعايز يخلص وخلاص. مع ان قبل ما يتجوز كان بيتبسط معايا وكان بيعمل حاجات معايا، دلوقتي مبقاش يعملها لانه بقى بيحبها هي، وانا قضيت واجب بس. هي قالت، يعني هي قالت كل الكلام ده، ما افترضتش. ساعات يا ايه، ساعات بجد الستات بتقوم متاخر. لان مم. الاستشاره اللي كانت بقول لك عليها بقى لها 15 سنه مستقبل فقط، وهو اللي عليه كل حاجه. هي انهارت تماما بعد الفكر، بعد ما اكتشفت زواجه، وبدات هو ما بقاش مقبل فعلا عليها. بس مش دينا يعني، كان حد تاني، وهي دلوقتي بتسعى للاصلاح، بس خلاص حاجه بتتحط للاسف. اخر حاجه بقول لك عليها التشنج المهبلي، عشان انا مش عايزه اعطلك والله اكتر من كده. آه، التشنج المهبلي موضوع كبير. هتلاقوا اللايف بتاعه عندي على انستجرام، والانستجرام بتاعي بتاع دكتوره ياسمين ابو العزم. وممكن تلاقوا كمان لايف انا عاملاه التشنج المهبلي على صفحتي. هتخشوا على صفحتي على الفيس، هتجيبوا غيريه تاني الفيديوز يا ايه اللايفات، هتلاقوا ولا ايه؟ مش غيريه هشير تاني لكم وهيعلن لكم يبقى اللايف اول بتاع بوست عندك انستجرام. يدخلوا عليه. شايل لكم اللايف بتاع انستجرام، وشايل لكم اللايف بتاع الفيسبوك، لان الموضوع ده كبير قوي يعني. علاج التشنج المهبلي مش كلمه يعني، لا الموضوع ده كبير. سعدت جدا باللقاء معاكي يا ايه، ربنا يبارك فيكي. وشكرا على وقتك وكلامك اللطيف. اخر كلمه بقول لك عليها، انا ما كنتش اقصد ان انا اقطعك في حاجه، حرفيا الكلام كان بيوصلني متاخر، وكان في سكوت كده، فانا بتكلم عشان ما يبقاش في سكوت. فحقك عليا لو في اي حاجه زعلتك في اللقاء. لا لا خالص، لا خالص. انا بس آه، سكوتي احيانا بيلخبط ناس. متعوده دايما باجي اتكلم كده والله بلخبط انت ما نفسي. بتسكتي. لما بتسكتي، لا لا، لما بتسكتي بتديني ايحاء ان انت منتظره مني كلام او سؤال او تفسير، فاهمه؟ فببقى بحاول اقطع الكلام عشان نستقبل الاجابه، لكن مش انا لما مش ان بسكت انا بقطعك او حاجه والله. ايوه ايوه، ده بيحصل كتير، ده بيحصل كتير. مستني ما اكتب لهم اكونت انستجرام. اكتبه لك. دكتور دكتور آية البحقيري، ده اكونت انستجرام بتاعي. دايركت مسج بوك بالعربي آية البحقيري، بس الفيسبوك بالعربي ده اكونت شخصي يعني، مش اكونت شغل. كمان هتلاقوا المعلومات كتير قوي على التشنج المهبلي يا بنات، هتلاقوها على اكونت انستجرام. هتلاقوا بوستات، وهتلاقوا لايف، وهتلاقوا كلام كتير انا مجاوبه فيه عن التشنج المهبلي. في الستوريز كمان هتلاقوا اسئله وانا ارد عليها، لان الموضوع ده كبير قوي يعني، بياخد وقت في علاج ومحتاج قرايه كتير، ومش مش كلمتين. بس كده. شكرا جدا يا جميله. ان شاء الله نكرر اللقاء مره ثانيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.